في ربيع 1983 كان الجنرال أوغوستو بينوشي قد حكم تشيلي بسلطة مطلقة قرابة 10 سنوات. كنا بحاجة إلى شخص يتجرأ ليقول للديكتاتور إنه كذلك، وليقول إن الديكتاتورية كانت ديكتاتورية، وليواجهها في معقلها الخاص، ليس بالسلاح، بل أن يتجرأ ليقول لهم إن ما كان موجودا في تشيلي كان خطأ ولا بد من تغييره. استلم بينوشيه مقاليد الحكم سنة 73 إثر انقلاب تسبب بوفاة الرئيس الاشتراكي المنتخب سلفادور أيندي. خلال الأشهر الأولى من النظام العسكري وصل عدد الذين زجوا في السجون إلى أكثر من 40,000، وقد قتل أو أعدم أو أخفي أكثر من 3,000 شخص. أزال بينوشيه بلا رحمة كل تحد لسلطته، وقد زرع بذلك الخوف في كل ناحية من الحياة التشيلية. كان شعور واضح بالاضطهاد يلازم الجميع. كان الكل قد اختبروا نوعا من القمع في عائلاتهم، ولذا كانوا حذرين جدا. كنت أذهب برفقة زوجي إلى اللقاء الاجتماعي ولم يكن يعرفني بأحد. سألته عن الأمر فأجاب: لا نفعل هذا الآن، إنه خطر جدا، يجب ألا تعرفي أسماء الأشخاص. الخوف والرعب. إن كان الناس خائفين فبالإمكان السيطرة عليهم. وإن ترك بينوشيه شيئا للتاريخ فهو صفته بأنه رجل رعب. إعدامات، إخفاء أشخاص، وزج في السجون لإبقاء الديكتاتورية مسيطرة طيلة 10 سنوات. سنة 1983 زادت الأزمة الاقتصادية الحادة نسبة البطالة إلى 30%. شعر تشيليون بأنه ما عاد لديهم ما يخسرونه، بدأوا يفكرون للمرة الأولى بمعارضة النظام. ظهرت أولى ملامح المعارضة في قلب الاقتصاد التشيلي، في مناجم النحاس في جبال الأنديز. كان عمال المناجم يحصلون على أفضل أجور بين عمال تشيلي في صناعة التصدير الأكبر والأوفر أرباحا في البلاد. كان قائدهم رودولفو سيجال في 29 من العمر أجيرا في أكبر منجم للنحاس في تشيلي، وكان قد انتخب رئيسا لمؤتمر العمل الوطني. أراد سيجال أن يتخذ أتباعه الخطوة الأولى، إضراب على مستوى الأمة. كانت 10 سنوات قد مرت ولم يخرج أحد إلى الشارع. كان يجب أن نرى ما ستكون ردة فعل البلاد، وأن نرى إن كانوا يتجرؤون على فعل ذلك. كان هدفنا يقضي بفتح أعين الناس وبتشجيعهم. قبل أسبوع من بدء الإضراب حاصر جنود بينوشيه مناجم النحاس. كان سيجال يعرف أن الدماء ستهرق إن استمر الإضراب، فغيروا خططهم. بدلا من الإضراب أعلنوا يوم احتجاج وطني. كان لديهم بضعة أيام للاستعداد، ليس لتعبئة أعضاء النقابات وحسب، بل وكل السكان أيضا. أتذكر جيدا ذلك الصباح. في البداية لم نكن نعرف إن كان الشخص يمشي ببطء، أم يقود سيارته ببطء، أم يسير ببطء على الرصيف. لم تكن لتعرف هل هو يقوم بنزهة وحسب أم كان يحتج.
أخيرا عند الظهر كان الأمر جليا. كان واضحا أن كل شيء كان أقل سرعة. بدا أن المدينة بدأت تغلق أبوابها. مع هبوط الظلام لم يعرف أحد إن كان الاحتجاج النهائي الصريح سيلقى نجاحا. وعند تمام 8 مساء بدأ كل شيء بشكل متردد بداية. في اليوم التالي كان أحدهم يسأل الآخر: ماذا فعلت ليلة البارحة؟ هل رأيت هذا؟ فيجيب: أجل، كنت أقرأ على الأوعية مع الجيران. كان هناك حس مشاركة فعلي وعفوي في مجتمع كان فيه كل فرد قد بدأ يصبح منعزلا ومنطويا على نفسه. في اليوم التالي عند انتهاء الاحتجاج وخلال اجتماعنا الأول قررنا تكرار هذا الاحتجاج كل شهر، وقمنا بذلك لمدة 9 أو 10 أشهر. قمنا باحتجاج كل شهر، وكان ذلك بمثابة فوضى للنظام العسكري، لأننا لم نحتج بالأسلحة ولم نكن خائفين أبدا، وهذا ما زودنا بالمزيد من القوة. ونما شعور كبير بالفرح مع نمو الاحتجاجات كل شهر. بدأ الناس يصدقون أن التظاهرات الجماهيرية وحدها ستطيح بالديكتاتورية. لم تكن تظاهرات المعارضة عنيفة قط، وكان قمع الشرطة العنيف للتظاهرات الشهرية يبدو عازما على إيقاف التحركات، لكن لم يكن لديه أي تأثير. في بداية آب أغسطس وقبل يوم من الاحتجاج الرابع، عين بينوشيه وزيرا جديدا للداخلية سيرجيو هاربا، وطلب منه أن يبدأ حوارا مع المعارضة. وفي تحرك مناقض للأول في اليوم نفسه، نشر بينوشيه آلاف الجنود في شوارع العاصمة، فكان ذلك نذير شؤم لتظاهرات اليوم التالي. قمعت قوى الأمن تظاهرة آب أغسطس بقوة لم يسبق لها مثيل. في أحد تقارير الشرطة قيل إن 17 مدنيا لقوا حتفهم، لكن العدد الحقيقي كان أكثر من هذا بكثير. في تلك المرحلة بالذات، والتي كانت صاخبة جدا، كان هناك عنف كثير، ولأن العنف كان على أشده كان بينوشيه قد أنزل 16,000 جندي إلى شوارع سانتياغو. لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم، وبدأ السكان بالتمرد. صعق الكاردينال الجديد للكنيسة الكاثوليكية في تشيلي لإراقة الدماء تلك، وعرض تبني الحوار الذي كان بينوشيه قد وعد به. في اللقاء الأول أخبرني غابرييل فالديس أنه سيعطيني وثيقة، فأجبته بأنني لن آخذ تلك الوثيقة لأنه اتفاق صاغه ذلك الصباح مطالبا باستقالة رئيس الجمهورية وغير مقر بشرعيته. وإن كان رئيس الجمهورية رئيسا غير شرعي فليس لدي ما أفعله هنا، لأنني أمثله وهنا